اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبيبات قلبي؟ النهارده هنعمل مع بعض الجناش اللي كتير جدا من ستات البيوت بتشتكي ان هو بيخرز او بيكتل معاها، القوام بيبقى سايل. امتى اعرف ان القوام ده مظبوط اللي انا ابدا اشتغل بالجناش بتاعي؟ امتى احطه على التورته؟ يا ترى بيتعمل باللبن ولا بيتعمل بالميه؟ هنحط كريم شانتيه امتى؟ عايزين طريقه سهله وبسيطه، والمكونات بتاعتها تكون سهله واقتصاديه علشان نعمل جناش يطلع معاكي خطير زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا الجناش استعمالاته كتيرة جدا جدا، بنستعمله في الطرط، بنستعمله للتزيين، فلازم طبعا اللي انتي تكوني متمكنة وانتي بتعمليه، لان هو ده اساس نجاح التورته. فالنهارده انا جايبه لك كل الاسرار وكل التريكات عشان تعملي احلى جناش. يلا بينا نسمي الله ونخش على الفيديو بتاعنا. معايا نص كوبايه من الميه، حطيت عليهم معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وهقولك دلوقتي لو ما عندكيش كريم شانتيه ايه البديل بتاعها. بعد كده جبت الشوكولاته، اي نوع شوكولاته انت بتفضليه. انا بصراحه بفضل فيينا بالحليب، حلوه جدا. لو انت هتستعملي القوالب الكبير اللي هو المكعب الكبير، المكعب ده 100 جرام. انا حطيت على نص كوبايه الميه مكعبين ونص. لو انت دقيقة وعندك ميزان في المطبخ يبقى هتوزني 250 جرام من الشوكولاتة على نص كوباية المية. طب لو انت هتستخدمي القوالب اللي بتتباع في السوبر ماركت، اللي هي القوالب دريم او سما او اي نوع يعني، يبقى هتستخدمي قالب وربع. قالب وربع هيديكي نفس الميزان 250 جرام من الشوكولاتة. يبقى هنا هنحط 250 جرام شوكولاتة على نص كوباية مية على معلقتين كبار من الكريم شانتيه. طبعا لازم ندوب الكريم شانتيه كويس جدا مع المية قبل ما نرفعه على النار. هنحطه على النار وبقلب فيه لحد ما يبدأ يغلي كده، هنزل بالشوكولاتة اللي انا كسرتها. النار بتاعتنا هادية خالص، واحنا بنتعامل بالشوكولاتة لازم النار بتاعتنا تكون هادية خالص، وايدينا بتقلب ما بتوقفش خالص لحد ما الشوكولاتة تسيح ويكون شكلها بالشكل اللي حضرتك شايفاه. شايفين ما شاء الله شوكولاتة ساحت ولا اتكتلت ولا اي حاجة، واللمعة بتاعتها والقوام ناعم تحفة. حابة اللمعة تبقى اكتر من كده ممكن تحطي ربع معلقة من الزيت. طب افرضي كتل منك، افرضي الجناش لقيتيه مكتل كده والشوكولاته فيه بقايا من الشوكولاته، هتجيبي المصفى بتاعت الشاي وهتصفي الجناش، وبظهر المعلقه كده تضغطي على الجناش بتاعك لحد ما ينزل كله من المصفى. طبعا الجناش ما ينفعش نستخدمه وهو ساخن كده، لازم يبرد تماما. تعرفي امتى اللي انت تبداي تشتغلي بيه؟ هتجيبي صبعك تحطيه جوه الجناش، لو لقيتي صبعك طلع وهو كله كده مكسي بالشوكولاته يبقى هو كده تمام، هتبداي اللي انت تشتغلي بيه. لكن ما ينفعش ان انت تشتغلي بيه وهو ساخن كده خالص. طب ايه بديل الكريم شانتيه؟ بديل الكريم شانتيه هتجيبي كوبايه من الحليب، هتدوبي فيها الشوكولاته، هيديكي نفس النتيجه وتحفه التحفه. طبعا استعمالات الجناش كتير، بنستخدمه في الطرط، في تغطيه الكيك، الاكلير، الطرد. استخداماته كتيره جدا جدا. المقدار اللي انا قلته لك ده مظبوط بالمسطره. نص كوبايه الميه عليها 250 جرام من الشوكولاته ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه. شوفوا بقى الجناش ده اقتصادي وهيعجبك جدا جدا، جربيه وشوفي القوام ما شاء الله تحفة التحفة. كده الفيديو خلص، ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.